وبركاته. الأستاذ الدكتور علي عبد القادر العسلي، خريج دار العلوم لجبهة الأئمة والعلماء في لومي، وحاصل على درجة بكالوريوس الجامعة الإسلامية في نيجر، كلية اللغة العربية والعلوم الإنسانية. كما نال درجة الماجستير في الأدب والبلاغة من جامعة جوس نيجيريا، ثم درجة الدكتوراه في الأدب والبلاغة من جامعة عثمان دانفوديو في سوكوتو، وهو حاليا محاضر في جامعة ولاية يوبي. أهلا بكم وسهلا بكم أيها بروفيسور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فضيلة والدنا ومربينا ومولانا ومربي البرافزة شيخنا الإمام، أكرمكم الله سبحانه وتعالى. سعادة المدير الأستاذ إبراهيم يوسف سيوطي، كان الأستاذ إبراهيم يوسف سيوطي زميلا، ولكنه كان لي سيدا، لأنني عشت معه في غرفة واحدة طوال 4 سنوات، وكنت يومئذ شابا مراهقا. ما زلت. في بداية المراهقة، كنت يومئذ في بداية المراهقة، ولكن عنايته الخاصة ساعدتني كثيرا على الانضباط، فجزاه الله عني كل الخير. سعادة الزميل الدكتور عبد الحكيم جبريل، سعادة الدكتور مرتضى الإمام أكادي، سعادة سيدنا البروفيسور مسعود عبد الله غاتا، سعادة الزميل البروفيسور مرتضى عبد السلام الحقيقي، وسعادة أستاذنا زميل وصديق حميم للمدير، جزاكم الله خيرا. إخوتي الشبان، الموضوع لابد أن نتكيف مع الوضع. لابد أن نتكيف مع الوضع الذي وجدنا أنفسنا عليه، فالسماء غائمة والناس من أطراف مختلفة ونائية إلى هذه الجلسة، فلذلك أراني أركز أو مضطرا أن أركز على بعض الأمور. صحيح أن الشبان أو أن الشباب يواجهون تحديات مختلفة، تحديات علمية تربوية، تحديات اقتصادية، تحديات ثقافية، تحديات اجتماعية، وهذه التحديات هي التي تصنع الرجال. لا ينبغي أن ينخضع أو أن يخضع الشاب لهذه التحديات. لا ينبغي للشاب أن يضع أو أن يترك هذه التحديات تتغلب عليه، بل ينبغي عليه أن يصنع من هذه التحديات رؤية شفافة وأهدافا، ويصنع لنفسه مستقبلا باهرا. فقديما كانوا يقولون بأن الرجال يا حبيبي من نعم الرجل نعم من صنعته الأحداث أو
أوكي نعم هكذا، بأن الرجال تصنعهم الحوادث، الرجولة بأن الرجولة هم الذين خرجتهم نعم كلية الفتن. بأن الرجال هم الذين صنعتهم كلية الفتن والمحن وجامعة المشاكل وجامعة المشاكل ومعهد الملاهي. ومهد الملاهك. إذن الشاب لا ينبغي أن يستسلم، فالشاب الذي يريد أن يحقق لنفسه مستقبلا باهرا لا ينبغي أن يستسلم. هناك تحديات كثيرة منها ثقافية كما ذكرت. انظر مثلا هذا الجوال الذي بين يدي من تحدي هذا الزمان، من تحدي هذا الزمان ومن شياطين هذا الزمان، ولكنه ذو وجهين، وجه إيجابي وآخر سلبي. فبهذا الجوال يمكن أن تصنع نفسك، يمكن أن تضع لنفسك مستقبلا باهرا. بهذا الجوال يمكن أن تصبح عالما، يمكن أن تصبح غنيا، يمكن أن تصبح مثقفا، أليس كذلك؟ وهذا إذا أحسنت استعماله إيجابيا. ولذلك ولكن كثير من الناس يسيئون استعماله، فتضيع الأوقات ويستهلكون الأموال، وفي النهاية يندمون على فوات الفرص الذهبية الثمينة التي ماذا ضيعوها. الإنسان الذي يريد أن يحقق لنفسه مستقبلا باهرا لا بد أن يراعي بعض الأمور. أولها أن تكون له رؤية، أن تكون له ماذا؟ رؤية. بمعنى ماذا أريد أن أكون؟ كيف أريد أن أعيش مستقبلي؟ كيف أستطيع أن أبني لنفسي مستقبلا؟ لابد أن تكون رؤيته واضحة وشاملة وليست عاجلة، لأن الإنسان لا يغتر بما يحققه من نجاحات، من نجاحات عاجلة. فالرجل الذي له رؤية ثاقبة والذي لا ينخدع والذي لا يخضع لإنجازات آنية قليلة صغيرة كما قال المتنبي بأن ماذا؟ ولكن بأن ماذا؟ ويصغر في عين ماذا؟ في عين الصغير العظائم، الأشياء الشريفة النبيلة التي ينجزها الإنسان لا يزال يراها شيئا صغيرا، لأنه يطمح لشيء أعلى من ذلك. إذن أولا لا بد أن تكون لك رؤية، أن تضع لنفسك رؤية. ماذا أريد أن أحقق؟ ماذا أسعى إليه؟ هذا أول شيء. والثاني وهو الأمر الثاني وهو نابع من الأمر الأول. إذا كانت عندك رؤية لا بد أن تكون لك أهداف، واضح هذا؟ ورؤية أو وضوح الرؤية هي التي تساعدك على تحديد الأهداف التي تريد أن تحققها في مستقبل حياتك. بعض هذه الأهداف تكون أهدافا ماذا؟ عاجلة، وأخرى تكون آجلة. الأمر الثالث لابد أن تكون هناك خطوات، لابد أن تكون ماذا؟ خطوات. لا يمكن أن تجلس في بيتك وتريد أن تكون مثل جبل البلاغة، لا يمكن. عندك رؤية أو عندك هدف، ولكن هذا الهدف سطحي لأنك لم تضع لنفسك خطوات نبيلة توصلك إلى تحقيق هذه الغاية.
ولذلك لا بد من خطوات نبيلة، خطوات تدعها. إذا انتهيت من خطوة تأخذ خطوة أخرى، إذا انتهيت من خطوة الأخرى توصلك إلى خطوة أخرى حتى تستطيع أن تحقق النجاح. وهذه الخطوات، أو أي إنسان يريد أن يضع لنفسه رؤية من ضوابط أو دواعي وهذه الخطوات، أن تكون عالما مثقفا. العلم هنا ليس بالضرورة كما قال شيخنا أن تحصل على دكتوراه أو البروفيسور أو كذا، هذا من لب العلم، ولكن ليس هذا منتهى كل شيء. أنت مثلا تريد أن تكون نجارا أو تريد أن تكون تاجرا ناجحا، لابد أن تعرف الخطوات التي تسلكها. أو تريد أن تكون فلاحا، لابد أن تأخذ بماذا؟ بالخطوات اللازمة التي وأن تكون عالما بالمعدات التي تجعل زراعتك منتجة. ولكن إذا اكتفيت بالخبرات السابقة من آبائنا الأولين، وهناك تحديات معاصرة في الزراعة اليوم، وقلت لا، أنا مستغن عن تلك المعدات أو الأجهزة أو هذه الأدوية الحديثة أو المحدثة، أنا أكتفي بطريقة آبائنا الأولين، ستجد في النهاية أنك لا تصل إلى ما تريد. ولذلك لا بد أن تأخذ من كل طرف، من كل شيء بطرف. أي شيء يوصلك إلى حاجتك. 3 دقائق. لا بس سأنتهي قبل ذلك إن شاء الله. أي شيء يوصلك إلى تحقيق هدفك لا بد أن تتسلح به، أن تتعلمه، أن تتقنه. وأظن هذا هو الأمر الثاني. الأمر الرابع، لا بد من المداومة، لا بد من الصبر، لا بد من ماذا؟ المداومة على شيء. لا تكتفي بالإنجازات البسيطة، لا بد أن تداوم وتمارس، وكلما مارست تجيد ما تريد أن تصل إليه. ولكن إذا اكتفيت، مثلا واحد شاعر يكتب شيء أو يقرر شعرا جيدا، ولكنه لم يهتم بتطوير هذه المواهب أو هذه المواهب، واغتر بما حصل عليه أو حققه من إنجازات من إثراء الناس أو غير ذلك، ولم ينتبه إلى نقد النقاد وتنبيه الدارسين، سيجد في النهاية أن مستواه الشعري سيتدنى. أليس كذلك؟ ولكن كلما مارس وكلما أعاد النظرة إلى ما ينتج سيجد نفسه يتحسن يوميا. هكذا في كل شيء في الحياة. لو أنت نجار اليوم لا بد أن تطلع على أمور جديدة، لا بد أن تحافظ على هذه الإنجازات التي حققتها، لا بد أن تطمح إلى شيء أحسن من ذلك. وأظن هذا. إذن لا بد للإنسان أن يداوم وأن يستنير من إنجازات الآخرين، وأن يتنوع في طرق إنجازه، لا يكتفي بطريقة واحدة، يتنوع في الأشياء. وهذا الأمر الأخير هو التوكل. فهذا مما يميز الرجل المسلم. فالإنسان يحتاج إلى أن يتوكل على الله عز وجل. والتوكل نحن نعرفه ليس بأن تجلس في بيتك وتريد أن تمطر السماء ذهبا، لا، بل بأن تجتهد. نحن اليوم دارس الدراسات العربية نيجيريا عامة هناك تحديات اقتصادية ونحن نعرفها، ولكن نحن دارس العربية اليوم نواجه كذلك تحديات جسيمة، إضافة إلى تحديات أخرى يواجهها
غيرنا أو زملاؤنا من المتثقفين الآخرين. ولذلك لا بد أن ننوع، أن نتنوع، لا بد أن نجيد بعض الأعمال، لا بد أن نمارس بعض الأعمال، لا بد ليس فيه بأس إن أجدت الزراعة أو أجدت النجارة تطورها حتى يتلائم أو حتى تتلائم مع مقتضيات أو مواكبات عصرك، وهذا لا ينقص منك شيئا، لا ينقص منك شيئا. إذن لا بد من التوكل على الله عز وجل. ولكن هذه الأمور، الإنسان في هذه الأمور لا بد سيجد تحديات كثيرة، تحديات مختلفة، وكما قلت من قبل لا ينبغي أن يستسلم لهذه التحديات. وأريد أن أختم الكلام بقصة من قصص القرآن الكريم، وهي قصة أولئك الذين جاءوا من بعد موسى، في آيات طويلة في صفحتين من القرآن الكريم. قص الله سبحانه وتعالى علينا قصة من جاء بعد موسى. يقول الله عز وجل: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. هؤلاء القوم إنهم رؤيا، وهو ماذا؟ أن يقاتلوا في سبيل الله. ولكن هذا مجرد رؤيا، هذه الرؤيا لا بد أن تمر بتجارب. ولذلك ترى في بعض مراحل القصة أو أحداث القصة بدأ الله سبحانه وتعالى يبتليهم ليمحص الحق من الباطل، ليعرف كيف بلغت عزيمتهم. ولذلك أول شيء أتى النبي الذي كلموه قال: فهل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال ماذا فعلوا؟ تولوا إلا قليلا منهم. هذا اختبار ليصفيهم الله عز وجل. ثم قال لهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. ماذا قالوا؟ قالوا: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. إذن عزيمتهم ليست أو رؤيتهم رؤيا، لا أقول بأنها ليست ناردة، ولكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يصفيهم وأن يمتحن مدى صبرهم، لأن هذا لا بد من الصبر. إذا عندك رؤيا تريد أن تحقق شيئا، تريد أن تكون عالما، لا بد أن تمر بتجارب. هذه التجارب، هذه الخبرات، هذه الفتن لا ينبغي أن تكون مهلكة لك، بل ينبغي أن تكون سبيلا للنجاح. ولذلك واصل القصة: فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اقترف غرفة بيده فشربوا منه إلا. إذا صفاهم الله عز وجل مرة أخرى. ثم بعد هذه التصفية بدأ الشك يتسرب إلى يتخلل في قلوب بعضهم. ولذلك قال بعضهم: نحن لا نستطيع أن نواجه هؤلاء القوم الجبابرة. ولكن قال الذين: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. إذن هذا توكل، أليس كذلك؟ فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا: لا تقتلوا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده ماذا فعلوا؟ قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. إذا لابد من الصبر، لابد من التوكل، لابد من عزيمة قوية، لابد من وضع الخطط،
هذه هي التي تحقق بها النجاح والنصر. جزاكم الله ولذلك في خير نهاية الجزاء. ماذا قال الله عز وجل؟ فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. وشكرا والسلام عليكم. جزاكم الله عنا خير الجزاء. قولوا الله أكبر. جزا الله الملك خير الجزاء، وقد أدى فينا أمانته العلمية وجعل مقالته بين النقاط التالية. هو أخبرنا أن الشباب إذا أراد أن يبني مستقبله لا بد له من 5 أو 6 خطوات. الخطوة الأولى الرؤية، لا بد لك من الرؤية. ثم الهدف، ثم الخطوات في تحقيق تلكم الخطوات. والرابع المداومة، ثم التوكل، والأخير الدعاء. بالله إخوة، لا بد من أن نتمثل بهذا الأمور لمن أراد النجاة في حياته. In summary, our presenter wọ́n try láti fi hàn wá wọ́n sọ ìbá ìmọ̀ bá wọn sọ nígbà tí wọ́n sọ wọ́n try láti jóye wa pé ní àwa tá à ń jọ̀dọ̀ lónìí tèmi náà ń jẹ́ kan lára yín, àwa lọ́la ń bẹ lọ́wọ́ wa, àwa ni ọ̀la ń bẹ lọ́wọ́ wa, because àwa la ní ayé. Kò sí ní tó fà á my friend tó fi jẹ́ pé àwọn alámùgẹ́rìbí àwọn western world wọ́n ń fi Africa, Nigeria in particular. Ìgbà tí wọ́n ṣe ìsọ tí wọ́n ṣe sensor, wọ́n discover pé ní population Nigeria ọ̀dọ́ ló pọ̀ jù náà, àwa tá wà láàrin 35 sí 50. So àwa lọ́jọ́ ọ̀la ń bẹ lọ́wọ́ wa tá a bá lò dáadáa. Prof wa ṣàpèjúwe fún wa pẹ̀lú handset tó wà lọ́wọ́ wa yìí ó lè jẹ́ ọ̀nà oríire tá a bá lò dáadáa, because ìlò dáadáa ni pé ní a lè rí mímọ̀ ń bẹ, a lè ṣe bìnà wọjọ́ wájú wa ń bẹ, kódà ọ̀nà owó ń bẹ ń bẹ yàtọ̀ sí yahoo tá a bá lò dáadáa. àtàwásí ló ní other side náà ó lè kágbá kò bá wa, pàtàkì jùlọ irú èyí tẹ́ ṣe sign to bill ní this 2025 tọ́pọ̀lọpọ̀ bá rọra àwọn òfin tí wọ́n ti rọ̀ mọ́ ti ń bẹ lọ́rọ̀ ansẹ̀ ìwọ náà ló ní o bọ̀ yọ fà àgbákò wa bọ̀ nílé jẹ́jẹ́ lè. So àfi káfílà ká ìṣe gbogbo ń tá a fẹ́ máa ṣe, even tó bá tàpù ọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ lásán o lè mẹ́lòmí lẹ́wọ̀n, gbogbo ẹ̀ lọ́dẹ̀ ti ní ọdún tí wọ́n ti bù sí. So a gbọ́dọ̀ mọ nǹkan tá à ń ṣe, pàtàkì jùlọ àwa tá a jó ń kéwú ọ̀la ń bẹ lọ́wọ́ wa. sọ pé inú tíra tá a kọ Zarnuji ọ summarize gbogbo nta fa bá a sọ ní alala tanalul ilma illa bisitta sa'umbika an majmu'iha dhaka'un wastiba'un wa irshad ustadin. ẹ dákun torí Ọlọ́run ẹnu tá a fa bá a sọnù tó lò fún yàn láyé téèyàn bá fẹ́ ṣàṣejù orí màálù tó mu gàrí náà, tábà ní kọ́mọ lólè orí màálù tó mu gàrí. ẹ dákun torí Ọlọ́run ẹ jẹ́ àkíyèsí ara wa, ìta wa ṣe ń bì kéde pé kákan wá gbọ́ káwa wo bí lárúbá ṣe dùn lẹ́nu wọn, tá a gbé yùn gan lọ wá kí wọn náà wá tẹ́lẹ̀ ara pé èmi náà fẹ́ mọ̀ sọ báyìí ó tó ọ. bèlèǹtè pé ní àǹfààní tó tún rí lára kínní ìjù ń tà ń wí yìí lọ. ẹ wo gbogbo wọn yìí, that's why ìgbà tí àwọn bàbá tí wọ́n láwọn fẹ́ àwọn step aside, mo fẹ́ wòran tọ́lọ̀ fún mi ṣe bó o lórí ṣé bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. ọ̀pẹ àwọn ni ẹ fẹ́ celebrate la fi ní ká jòkó 20 years torí àfa àwa Ibrahim náà ọ̀rẹ́ lomi pè wá pé àfa mi ni àwọn náà wọ́n tún pè wá. àwọn náà tún wá ń bọ̀ àwọn wá káwọn bàtálíọ̀ àwọn ọmọ ogun wọn wá kú wọn lọ́wọ́ pé ní ẹ mọ̀ bọ̀ wá. nínú nǹkan tí mo sọ lẹ́yìn bá kí n tún repeat ẹ pé ní
tẹ́ ẹ bá tẹ̀ ń serú kan báyìí ń Kòròdú déédéé ń tọ́lọ̀ ti fún àwọn àfa Ibrahim ìrò kó ti ṣe bẹ́ẹ̀ fẹ́ nìkan rí àwa àmọ́ tí wọ́n ń bọ̀ lẹ́yìn o ẹ wà àwọn agbárí tí wọ́n kó jọ in different corner of Nigeria ni wọ́n ti wá o àárẹ̀ yẹn láti University of Ìlọrin èho HOD tó yẹ pé n tó dé mọ́lẹ̀ gan tayọ ń tà ń fẹ̀ mí sí ọwọ́ apàṣẹ tí pòun fẹ́ wá an associate professor anytime from now o lè kó rẹ̀ jáde pé ní èmi náà lẹ́tọ̀ àti di professor tó sì níjà dára rẹ̀ kọ́lọ́hún ṣe ń rọrùn ẹni tó tún tẹ̀lé òun ni engine room department wọn kìí rẹ̀ so kọ́lọ́hún bá sàlékún dáadáa tiwọn náà ẹ tún àwọn èèyàn láti Yobe tẹ́ pé èmi ń sọ fún wọn pé ní Èkó lẹ́wà yìí ọ yàtọ̀ síbi tẹ́ ti ń bọ̀ wá o wọn ò fẹ́ gbà mí gbọ́ wọ́n wá ń ṣe kíní kan ní intense yọ ọkọ̀ contrary sí nature Èkó gbogbo wọn kì í bò sí ooru mọ́ àwọn ńlá agunmọ́lẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ìní sọ̀nkẹ́ tí wọ́n ti wọ́n ní ẹ̀ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ so ẹ dákun torí Ọlọ́run ibi ìyá kan wá fún eré ntọ́rọ̀ mọ́ pọ̀ gan ìgbà tí àwọn prof tí wọ́n fẹ́ sọ lẹ́ẹ̀kan wọn ní àwọn táwọn fẹ́ kàyé o wọ́n jẹ́ zẹ̀mílù fún àwọn afáwà Ibrahim Ọlọ́run kàn ní kíláàsì ọ̀pọ̀ àwọn pọ̀ ní kì í ṣẹgbẹ́ ni wọ́n o wọ́n ṣẹgbẹ́ bọ́ Ọlọ́run ní kíláàsì ọ̀pọ̀ àwọn pọ̀ wọ́n wá rí ìjẹ́ àgbà òun lò fáwọn tí wọ́n jọ ọmọ ẹ̀yìn wọn gbé Ọlọ́run pàápọ̀ níbọ̀ ẹ láǹfààní tẹ́ jẹ́ lára mi ẹ̀gbọ́n tí Professor Asali sọ pé wọ́n ṣe púpọ̀ nù ayé òun ẹ̀jọ̀ nítorí Ọlọ́run àsìkò yìí náà la lè rí ní tá à ń rí yìí o àsìkò yìí náà láti lè ráǹfààní yẹn jẹ Ọlọ́run ó jọ rọrùn ẹni tá a máa pè ní sinmi Dr. Abdulhakeem Jibril Isa láti lè wá ṣàlàyé fún wa kí ni position àwọn ilé kéwú lárúbáwá kó àbáwọn ilé ẹ̀kọ́ tá à ń lò ní ilẹ̀ Yorùbá in particular torí bí ilé àwọn ń ṣe wọ́n jomijoke ni wọ́n torí wọ́n àfa torí pé jomijoke lẹ́yìn bẹ́ẹ̀ ti ń jẹnu lélẹ̀ ń jẹ̀ta so Ọlọ́run ọmọ ti ń rọrùn ẹ jẹ́ ká gbọ́ nọ́bà yẹ̀síra nípa hayatu àwọn dókítà bisimilah.